عايزاكم تشوفوا معايا المرايه القمر دي. انا قلت اوريها لكم قبل ما العميله تستلمها. بصوا التفاصيل. طبعا دي بتيجي عموله، مش بتيجي جاهزه زي الاونلاين كده وخشب اي كلام. ده خشب فايبر متبطن بخشب سويدي، وورا في ستاند اهو بالمفصلات. ممكن تسنديها على الحيطه او تسنديها بالستاند زي ما انتم شايفين كده. الازاز سمك 3 مللي، العرض 60، في الطول 170. ده ثابت. طبعا ممكن اقل ممكن اكتر زي ما انت عايزه، بس احنا دي المقاس الثابت عندنا، بتطلع كده من الورشه مخصوص يعني. طبعا ده شغل عموله، مش هتلاقوا زيه في السوق. يعني بصوا الفينش كمان ده هندوكو، وعليه طبقه كده بتلمع اهي، دي عشان اللحمسه والبهدله وتبقى سهله في التنظيف. بصوا الجمال والنقاء بتاع المرايه يعني. الميه بتاعتها ما شاء الله يعني تحفه بجد. وطولها مناسب، يعني هو المقاس ده ستاندر، مناسب لاي طول يعني عامه. وكده كده كل ما بتتعوج في الوقفه بتبقى ايه يعني، بتجيب المقاس على اطول، يعني هي بتجيبك على اكبر كده كده يعني، معاكي لحد مترين. اللي طوله مترين هيظهر فيها برضه. بصوا التفاصيل بتاعتها اهي. ده من ورا اهي بتبقى واقفه كده كلها مدهونه نفس اللون. طبعا بتختاري انت اللون اللي انت عايزاه، ذهبي، اسود، ابيض، شامبين، فضي، اي حاجه اهو. ده الستاند كله خشب عمولة عمولة، مش خشب اي كلام من اللي طالع اليومين دول، ولا في المرايات حاجة تقعد معاكي شهرين تلاتة. لا، دي حاجة تقعد العمر، حاجة العمر وحاجة العرويس. تتهنى بيها صاحبتها يا رب. انا قلت اصورها بس قبل ما تطلع علشان ما حدش يعمل ريفيو اكتر مني يعني لحاجتي. بصوا الجمال. تحفة والله بجد. طبعا على الطبيعة يعني الصور بتبقى ظلموها، والاضاءة على الطبيعة بتبقى احسن. طبعا متاح باقي الشغل برضو، البوتات اللي هي بوتات الزرع سواء زرع او فاضية، والشابوهات اي حاجة من دول عندنا. بس هنا الفيديو كله النهاردة للمراية دي. اتفرجوا، واللي عايز يطلب يخش يكلمني على الصفحة خالص.